السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. تعالوا بقى النهاردة ما اقول لكم عملنا الكيكة الجميلة دي المزينة دي ازاي. بجد يعني سهلة جدا جدا وطريقتها بسيطة. لدرجة ان بجد اللي عاملاها بنوتي الجميلة ملوكة، ربنا يخليها لي يا رب، ما تحرمش منها ابدا واشوفها احلى ملوكة في الدنيا كلها. انا كنت نايمة وصحيت لقيت ملوكة بجد هي اللي عاملة. هي اللي عاملة الكيكة الجميلة ديت كلها لوحدها. وهتأكدوا في معايا من الكلام ده، يعني في الفيديو هتلاقوها يعني ما شاء الله عليها طريقتها بسيطة كده وعلى قدها وان هي يعني مش متمكنة قوي، بس برضو كويس قوي ان هي وصلتها لغاية كده يعني، وطلعت من ايدها جميلة بجد وكانت حلوة قوي وهشة وكمان صممت ان هي تصور. بجد ربنا يخليها لي يا رب وما تحرمش منها ابدا، ويخلوا لكم ولادكم كلكم يا حبايبي. هي حاجة سهلة وبسيطة. يا ريت بقى كل البنوتات الجميلة تجربها كده وتعملها وتبقى شطورة زي ملوكة واحلى كمان. جابت اول حاجة دي كوباية لبن، ودي كوباية الا ربع زيت، وكوباية سكر، وكوباية الا ربع كاكاو. حطيتهم كده في الخلاط وضربتهم اهيت في الخلاط ما شاء الله عليها. وبتوريكم القوام كمان اهو، قوام كده مظبوط وحلو قوي. اهو اتشالت منه معلقتين كده في الطبق، حتى يعني وهي بتشيل الكاكاو كده يعني مبهدله الدنيا شويه، بس يلا برضو كويس قوي والله، ان اتبسطت منها قوي وشجعتها قوي قوي يعني. حطت كمان دول بيضتين، حطتهم بعد ما شالت 3 معالق كده من الكاكاو، وضربتهم تاني وبعدين نزلت بيهم في البوله كده زي ما انتم شايفين. كان المفروض يعني برضو تفضي الشفشق حلو، بس يلا كتر خيرها. او حطت نص معلقه فانيليا، دي فانيليا سايله، وحطت كوبايه دقيق ونخلتها كده على على المخلوط اللي هي حطته اللي هي عاملاه في الخلاط. وديت بيكنج باودر نص يعني معلقه كده، وحطت رشه ملح وقلبتهم كده في بعض زي ما انتم شايفين. ما شاء الله عليها يا رب يخليها له ما تحرمش منها ابدا. لو وصلت لهنا بقى يا حبايبي ما تنسوش لازم تعملوا لايك للفيديو عشان خاطر ملوك. وديت القالب دهنته زيت، بس ما صورتش المقطع دي، بس اللي يعملها يعني يدهنه زيت. هي كانت دهنها زيت بس المقطع ما صورش. وكده بقى هتحطها في الفرن وهتعمل بقى الكريمه اهيت. حطت 3 معالق كريم شانتيه، ودي كوبايه ميه متلجه كانت حطاها في الفريزر، ميه متلجه اهي. ودول 3 معالق كريم. وحطت عليهم بقى معلقتين من الشوكولاته اللي هي كانت حيشاهم من الخليط اللي هي كانت حيشاهم، عشان يبقى كريم شانتيه بس يعني لونه كده شوكولاته. وضربتهم اهي بالمضرب. صلوا على النبي بقى يا حبايبي وانتوا بتتفرجوا وادعوا الملوك كلكم ادعوا الملوكه كده ربنا يخليها لي يا رب، وتكبر وتبقى دكتوره كده قد الدنيا يا رب، وتشوفوا ولادكم كلكم يا رب دكاتره ومهندسين وكل اللي نفسكم فيه ان شاء الله. فضلت تضرب كده لما القوام تقل معاها، ووريتنا اهو كمان ان القوام كده هيتقل. تقل اهو ما شاء الله عليها جميل كده اهي. يعني نسميها بقى بنت الشيف بجد. وخلاص جابت معلقتين كده لبن زودتهم، حطيتهم على المعلقتين الشوكولاتة اللي هي حيشاهم، عشان ان شاء الله هتزين بهم الوش في الاخر. كده الكيكة طلعت اهي ما شاء الله قبة والله ونافشة وجميلة جدا. ما شاء الله عليها بجد. مش هتصدقوا ان انا فعلا كنت نايمة في الوقت دي وقمت لقيت ملك ما شاء الله عليها عاملة كل الحاجات دي. وهتقلب الكيكة اهي ما شاء الله عليها، ربنا يحميها يا رب ويحمي ولادكم كلكم يا رب. قلبة الكيكة لازم تقلبيها، ما ينفعش تحطها على الوش اللي فوق. وهتجيب الكريمة اهي كانت حطتها في التلاجة عشان عما تخلص يعني وتوصل للمرحلة اللي هي هتزين فيها، غطتها بستريتش وحطتها في التلاجة. خلاص. هتحط بقى كمية الكريمة كده على الوش وهتظبطها يعني. هي بطيئة شوية يعني بس كويس قوي كويس وحلو قوي بجد، فرحتني وقعدت اشجع فيها كتير. وفرحت قوي بيها وانتوا كمان يا حبايبي فرحوا بولادكم وشجعوهم، حتى لو عملوا اي حاجة بسيطة من ايديهم شجعوهم او قولوا لهم شاطرين وعشان يكملوا ويبقوا شاطرين، او يبقوا ستات بيوت كده شاطرين. البنات لازم تتعلم وتتعود تدخل المطبخ كده من الاول. يعني مش شرط البنت تكبر بقى وخمستاشر وستاشر سنة عشان تبدأ تدخل المطبخ يعني. لا، تدخل وهي صغيرة وتعمل على قد ما تعرف، واي حاجة هتعملها هتبقى حلوة من ايدها.
مش شرط يعني تطلع الحاجة احسن حاجة من الاول، لا يا حبايبي، اتعلموا ادخلوا المطبخ وتعلموا على قد ما تعرفهم عشان تبقوا شاطرين، وان شاء الله لو رحتوا كليات تعرفوا تقدموا نفسكم بعد كده اما تتجوزوا برضو ان شاء الله تعملوا احلى حاجة لولادكم ولازواجكم. وربنا يا حبايبي يخليكم كلكم يا رب، ويصلح حالكم ويسترها عليكم يا حبايب قلب كلكم، كل البنات وكل الستات وكل الناس بجد. ملوكة كانت بتساوي كده، خلصت اهي. سوت اول طبقة، وديت الكوبايتين الكاكاو، كوبايتين الشوكولاتة اللي هي معلقتين الشوكولاتة اللي هي حشتهم، حطيتهم اهي فوق الكريم شانتيه وسويتهم برضو. وجابت بقى كريم الباقي، كريم الشانتيه الباقي، وحطيته كده في كيس حلواني، ونزلت بقى كده تعمل ورد جميل يعني تزين، يعني هتزين بيها الكيكة بتاعتها اهي ما شاء الله عليها. حبايبي اللي ما اشتركوش في القناة وشافوا الفيديو وعجبهم الفيديو يعملوا له لايك ويشتركوا في القناة. مع السلامة. مع السلامة بقى يا حبايبي، نشوفكم على خير ان شاء الله.